نال الثواب. مغرم أنا يا رب أنال منه الهنا، صلوا عليه نور ربنا ساطع غنى. زيدوا الصلاة اطروا يفوح مسك الختام، جيت اشتكي همي وابوح زاد الغرام، وبحضرته نلت المنى زاد مطلبي، عالي المقام خير الأنام نور مذهبي. صلوا على المختار صلاة نفلح بها، في الساحة والحضرة قاموا للمنتهى. صلوا على نور ربنا الهادي البشير، أملي أنا يا رب أنال به الكتير. هو الشفيع المرتضى يوم الحساب، من كان في طاعته مذهبه نال الثواب. مغرم أنا يا رب أنال منه الهنا، صلوا عليه نور ربنا ساطع غنى. زيدوا الصلاة اطروا يفوح مسك الختام، جيت اشتكي همي وابوح زاد الغرام، وبحضرته نلت المنى زاد مطلبي، عالي المقام خير الأنام نور مذهبي. صلوا على المختار صلاة نفلح بها، في الساحة والحضرة قاموا للمنتهى. صلوا على نور ربنا الهادي البشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب أمورة الغاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وأحسن حال. قبل أي حاجة خالص وقبل ما نبدأ الفيديو كله يصلي على النبي كده عليه أفضل الصلاة والسلام، ودعوا لماما كده ربنا يرحمها، اللهم أمين يا رب العالمين. حبايب قلب أمورة، عايزين لايكات كتير كتير على الفيديو ده، اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله بنعمله هنعمله، ما تحرمش منكم ابدا يا رب. حبايب قلبي الغاليين، ربنا يسعدكم ويهنيكم في حياتكم ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة ويشفي كل مريض ويرحم كل متوفي، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة بقى يا جماعة الفيديو بتاعنا فيديو قوي. قبل اي حاجة لايكات كتير زي ما قلت لكم، وشجعونا كده، ومن غير بقى كده ما اقول لكم دعوة حلوة لأبلة أسماء كده، ربنا يسعدها يا رب ويهنيها في حياتها ويرزقها يا رب كده، اللهم امين، ويحقق لها كل اللي بتتمناه. طبعا بقى كده حبايب قلب أمورة الغاليين، النهاردة يوم مش عادي. النهاردة بقى كده خلاص خلاص بنجهز كل حاجة بقى كده علشان العزال يروح شقة العروسة. طبعا بقى كده حبايب قلبي معروف بقى كده ان المفارش كلها بتاعت أبلة أسماء في الأوضة بتاعتي، في أوضة الأطفال وكده. طبعا ان شاء الله باذن الله من غير اي مقاطعه، بكره ان شاء الله العزال النعمه بقى كده، هنودي النعمه بقى اللي هي بقى المفارش وبقى والسجاد والمراتب وايه تاني بقى وكل حاجه بقى يا جماعه، والهدوم بقى. بصوا النعمه بتاعت العروسه كلها يعني تروح شقه العريس. وبعدين بقى يا جماعه كده ايه، ان شاء الله كل حاجة مش هنحرمكم من اي حاجة، نصور لكم العزل طالع والعزل رايح هناك والعزل بيروح الشقة. بصوا مش هحرمكم من حاجة ان شاء الله ان شاء الله. بس طبعا مبدئيا كده نطلع العزال بقى، نطلع كل حاجة بقى كده ايه علشان نجهزهم برضو للناس اللي هتيجي وتاخد الحاجة، يكون كل حاجة ليهم جاهزة، يدوب بس يشتروا بقى ويكون كل حاجة قريبة منهم يعني، مش لسه يطلعوا فوق ويجيبوا من فوق ومن هنا ومن هنا. لا بصراحة احنا جهزنا كل حاجة كده وكل حاجة جاهزة، عشان الناس لما تيجي بقى ايه تبتدي ان هي تاخد بقى كل حاجة. وبرضو ما يطولوش برضو يعني لازم واحنا واقفين كده في مثلا ايه يكون حد واقف يقول يعني مثلا على الازاز برضو والكلام ده كله. في ناس طبعا اكيد ما يعرفوش ده ايه اللي في الكراتين او في العلب، برضو لازم نخلي بالنا من كل حاجة، ومن كل حاجة لازم نخلي بالنا منها يعني 100%. فطبعا بقى كده حبايب قلبي هنا كده يعني قربت اخلص خلاص. طبعا بقى احمد كان بيشيل بقى، كنت انا بطلع كل حاجة من الأوضة واحطها قدام الباب كده، وبعد كده طبعا ايه احمد وبلبل كده ربنا يخليها يا رب
كانوا بيشيلوا بقى الحاجات كده وبياخدوها. فطبعا بقى كده حبايب قلبي، بفكركم تاني دعوة كده للعروسة، ربنا يسعدها في حياتها يا رب، اللهم امين. احمد لقيته اتأخر بقى كده عليا، قمت انا نازلة نزلت بالحاجات دي، نزلت لقيته بيرص في الحاجة وبيرتبها علشان ما تاخدش مكان في الفاضي يعني وكده، والله ربنا يديه الصحة. طبعا يا جماعة انا نزلت اول حاجة المفارش بقى والفوط والكلام ده كله، الكراتين دي كلها طبعا دي فيها ايه، اللهم صل على النبي، فيها النجف والدلات والكلام ده، وطبعا كل ده بيتكسر يعني الله اكبر يعني كده، ان شاء الله تعدي على خير. فطبعا كل ده زي ما قلت لكم يعني الحاجات دي ما ينفعش اصلا تتحط وسط حاجة تانية علشان بتبهدله يعني وكده. فشلت كل حاجة طبعا كده في جنب، النجف كله في جنب بقى والدلات كلها كده. وهنا بقى كده المكان بصراحة كان ضيق، الرصيفر الفريزر كان متشال من مكانه اصلا، يعني رجعته مكاني تاني وفتحت باب الأوضة عشان نطلع بقى اللحاف الكبير ده كله. اللحاف الكبير ده ما كانش راضي يطلع، لان طبعا المكان كان ضيق وهو يعني لازم يطلع بأي طريقة يعني. قعدت بقى ادحل فيه بقى كده اكون حاسه ان انا كنت بقى بتعارك معاه. فجيت ابص لقيته بقى آه طلع الحمد لله. هنا بقى كده احمد كان بيقول لأبلة اسماء اودي النجف ده فين يا اسماء. أبلة اسماء اللي كان بتصور على فكره. طبعا هنا بقى كده كان بتاع الركنه شغال وكده في الركنه وكده. فطبعا يعني كنا بنشيل الحاجة بقى، والله ابتديت ان انا عشان عاوزة بقى يعني لقيت أبلة اسماء بتقول يلا ننزل الحاجة كلنا كده علشان تبتدي أمولة بقى انتي يعني أمولة لازم تعملي روتين قوي كده في الشقة. وبصي يعني قلت لها ماشي يا أبلة اسماء بقى كده، وابتديت ان انا اصور بقى كده واحنا بنشيل الحاجة كلها، زي ما صورنا واحنا بنطلعها لازم نصور واحنا بنشيلها واحنا بنوديها مكانها بقى كده، المكان المقيمة فيه اصلا الحاجة دي كلها. فطبعا بقى كده حبايب قلبي خلاص بقى كده زي ما انتوا شايفين، ابتدت بقى كده ابتدينا نخلص خلاص يعني. فطبعا دعوة حلوة من قلبكم، بفكركم تاني الأبلة أسماء. فطبعا بقى كده حبايب قلبي هنا كده خلاص قربنا نخلص يا جماعة، خلاص قربنا نخلص. طبعا بقى كده بصراحة يعني الشغل ده كان محتاج يعني كذا حد علشان ننجز برضو الموضوع، بس برضو يعني كتر خير احمد وبلبل والله، نجزوا برضو الموضوع وكتر خيرهم والله يعني. وانا كمان كنت بطلع واعمل، فكنت بجهز لهم، كانوا بيجوا يلاقوا الحاجة جاهزة كده كنت بجهز لهم الحاجة يعني على طول. فبس كده طبعا حبايب قلبي، يا رب كده ان شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم اللايكات بقى الحلوة الجميلة كده، القمر اللي زيكم. وهنا بقى كده خلاص خلاص خلاويص خلصنا وفضينا الأوضة بقى كده. وطبعا جبنا هنا النجف زي ما انتم شايفين على جنب كده، وبعدين المفارش بقى حطيناها كده. طبعا شلنا الكنب ده كله اللي كان في المدخل شلناه، ودينا عند الجيران لحد بس ما العزال بقى يعني يتعمل وكده، يتشال وكده علشان برضو المكان يبقى واسع للناس وكده يعني. فطبعا بقى كده حبايب قلبي هنا بقى كده، وماما فادية ماما فادية ماما فادية بصراحة كنا هبطانين كده. فماما فادية قالت لنا استنوا ما اعمل لكم بقى كده شوية كوكتيل يرد روحكم. قلنا لها كوكتيل، قالت لنا ايوه كوكتيل. قلنا لها يلا نعمل تحدي بقى، عملنا اقوى تحدي على جمهورية احمد وامل، انتظروني يا جماعة انتظروه. فبصراحة يعني يا جماعة والله محبة ان انتوا تدعوا الأبلة اسماء، ربنا يسعدها يا رب كده ويهنيها في حياتها، ونشوفها احلى عروسة ان شاء الله، ان شاء الله نشوفها احلى عروسة في الدنيا وفي العالم كله وفي الكون كله يا رب ان شاء الله. طبعا بقى كده حبايب قلبي هنا كده كانت ماما فادية عاملة عصير عصير اللهم صل على النبي، عصير مانجا وعصير جوافة. وكانت عاملة كانت جايبة بقى كده فاكهة برضو، تفاح، وكانت جايبة موز، وطبعا كانت جايبة جوافة، وكل ده طبعا هتحطه فوق الكوكتيل. بصراحة كان طعمه حلو قوي، تسلم ايدها والله، ربنا يخليها يا رب ويبارك فيها ويديها الصحة اللهم امين. وما نشوفش فيها اي حاجة وحشة ابدا، لان ماما فاضية تستاهل كل حاجة حلوة يعني حقيقة حقيقي بمعنى الكلمة، تستاهل كل حاجة حلوة والله.
طبعا هنا بقى كده حبايب قلب أمولة خلاص بقى كده ايه، كانت عملت عصير الجوافة وابتدت ان هي تجهز الكوبايات بقى دي كده اللي هيتعمل فيها الكوكتيل. زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى كده حبايب قلبي قبل ما انسى وبفكركم ما تنسوش قناة هجورة فاني يا جماعة. هجورة الصغنطوطة بقى كده بنت أبلة أسماء، ربنا يا رب يسعدها كده ويهنيها وينجحها في حياتها، اللهم امين. ما تنسوهاش، هسيب لكم اللينك في تعليق مثبت، وروحوا شجعوها كتير كتير وقولوا لها احنا جايين لك بقى كده من عند أمولة. وطبعا ربنا يا رب يساعدكم ويهنيكم بقى ويكبر بخاطركم. يلا هتكبروا بخاطرها كده وتروحوا هناك تدعوا لها دعوة حلوة من قلبكم كده وتشجعوها. هنا بقى كده حبايب قلب أمولة ماما فاضية بقى كده ايه، ابتدت ان هي تجيب بقى التفاح بقى الحلو ده كده، تقطعه كده مكعبات صغنطوطة كده زي ما انتم شايفين، وبعدين معاه الموز زي ما انتم شايفين كده، قطعته كده زي ما انتم شايفين، وحطت في الاول خالص عصير، وبعدين بقى طبقة ايه، موز، وبعدين طبقة تفاح، وبعدين طبقة موز كمان وتفاح وبعدين بقى هتقوم حاطة ايه شوية عصير فوق كده زي ما انتم شايفين اهو. شايفين يا ولاد الشطارة والحلاوة والجمال؟ تسلم ايدك يا ماما فاضية والله، والله تسلم ايدها على اي حاجة بتعملها حقيقي، يعني مش مجرد كلام. طبعا بقى كده حبايب قلبي بفكركم تاني بقى كده اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله بنعمله وهنعمله، وشجعوني كتير كتير وطبعا بقى كده حبايب قلبي ان شاء الله كده انتظروا بقى يعني روتينات قوية قوية قوية، يعني ما اقولكوش بقى على الروتينات القوية اللي هتيجي، والايام اللي جاية دي كلها روتينات قوية، وما عدناش هنبطل روتينات غير لما نخلص الشقة ونفرشها ونعمل ايه تاني يا أمورة، ونعمل احلى جولة ان شاء الله لحبايب قلبي ان شاء الله ان شاء الله يعني. طبعا بقى كده يا جماعة هنا كده ايه، هي هتعمل بقى شوية يعني عصير، هتنوع في العصير، عصير جوافة وعصير مانجا وكده علشان تنوع برضو. وطبعا بقى كده ايه زي ما انتم شايفين ابتدت كده ايه تعمل العصير، يعني حاطة بصراحة حاطة عصير ما شاء الله، العصير يعني تقيل، مش مزودة مية ولا حاجة، هي تقيل يا دوب بس ايه، يعني تقريبا كوباية مية عشان تمشي بس الخلاط كده، والباقي كده يا دوب، يعني تقيل ما شاء الله، وبصراحة كان بيشبع قوي شفت التحدي بقى على جمهورية احمد وامل، مين اللي خسر بقى ومين اللي حصل له ايه، وشفتوا اللي شافه يلا يقول لي كده ويضحك في الكومنتات، واللي ما شافوش يروح يشوفه بسرعة، ومش هقول لكم ايه اللي حصل هناك ومين اللي خسر ومين اللي كسب واللي خسر اتعمل في ايه. روحوا انتوا شوفوا بنفسكم وتعالوا قولولي احنا شوفنا يا أمولة وضحكنا كمان هنا بقى كده حبايب قلبي كانت عملت بقى ايه كمية العصير، ابتدت ان هي تعمل بقى ايه كمية الجوافة بتاعتنا عصير المانجا، وعملت بقى كده ابتدت تعمل عصير الجوافة، حطت برضو نص الكوبايات كده زي ما انتوا شايفين عصير، وبعدين قطعت موز وتفاح. تمام تمام يا أمولة. طبعا يعني بصراحة ماما فاضية تستاهل كل حاجة حلوة والله حقيقي، يعني مش مجرد كلام، وزي ما بقولكم على طول ما تنسوش تدعوا لها كده. طبعا هنا كده نوعت حاجة كده، عملت حاجة مختلفة، جابت بقى ايه، في الاول كده مانجا، في الاول كده الجوافة، وبعدين حطت الموز والتفاح، وبعدين يعني على الوش كده حطت بقى ايه مانجا كده، جوافة ومانجا وتفاح وموز. بصراحة كان طعمه حلو برضو، ميكس كده على بعض اهو عملت برضو الكوباية دي كذلك يعني زي ما انتم شايفين. وطبعا بقى كده كان خلاص عصير المانجا خلص، ابتدت ان هي بقى ايه تعمل بقى الجوافة كده زي ما انتم شايفين. وبس كده طبعا حبايب قلبي، يا رب كده ان شاء الله الفيديو يعجبكم، قولوا رأيكم في الكومنتات بقى كده، ودعوة حلوة من قلبكم، وربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب، ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة، ويشفي كل مريض، ويرحم كل متوفي، اللهم امين يا رب العالمين. ولو الفيديو عجبكم بقى كده قولولي بقى افكار فيديوهات كتير كتير اعملها ليكم.
طبعا افكار برضو وصفات وافكار اي حاجة في دماغكم عاوزيني اعملها او نفسكم ان انا اعملها، حتى لو مقلب يعني عادي، مش مشكلة. مقلب اي حاجة بقى كده اعملها ان شاء الله، مش هرفض لكم طلب ابدا، وهكون معاكم في اي حاجة. ويا رب دايما نبقى عيلة واحدة كده وايد واحدة، وبحبكم كتير اوي 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 اوي. ربنا يسعدكم يا رب ويهنيكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب كده ان شاء الله دايما اكون عند حسن ظنكم، ونكون دايما ايد واحدة كده، ما نسيبش بعض ابدا ابدا، ولا نفارق بعض ابدا ابدا. والله ربنا وحده اعلم انا بحبكم قد ايه، وبتمنى ان انتوا تكونوا معايا دايما، تكونوا معايا على طول كده، ما تحرمش منكم ابدا ابدا يا احلى عيلة في الدنيا، عيلة الحياة اجمل مع احمد وامل. طبعا كلنا عيلة واحدة وايد واحدة، ومش هنسيب بعض ابدا مهما كان ومهما حصل، وان شاء الله يا رب ما يفرق بينا ابدا. خلاص بقى كده حبايب قلبي، هنا زي ما انتوا شايفين ابتدت ان هي بقى ايه تخلص كل الكمية اللي كانت معاها، زي ما انتوا شايفين كده هتبتدي ان هي بقى ايه ترصها على الصينية كده. خلاص بقى كده خلصت اهو. وبس كده، قولوا رأيكم في الكومنتات، واشوفك على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، في يوم جديد وفيديو جديد، وبحبكم كتير اوي اوي اوي. مع الف الف مليون سلامة حبايب قلبي، بحبكم.